حبايبنا وابطال ثالثه اعدادي، تعالى معايا في الفيديو ده هشرح لك اهم الافكار اللي موجوده عندنا في الرايت. وعشان تقدر تحل السؤال ده لازم اكون فاهم القاعده بتتكون من ايه، واكون فاهم معناها ايه، واكون حافظ التكوين بتاعها عشان اقدر احل السؤال ده. فلو انت ما شفتش شرح الجرامر هسيب لك الفيديو بتاع الجرامر في اول رابط في التعليقات، هتقدر تروح تشوفه دلوقتي قبل ما نبدا الحل. ويلا بينا نحل الاسئله اللي موجوده معانا. عندك هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك you didn't save your file، انت ما سيفتش الفايل بتاعك، ما عملتلوش حفظ. so you lost your work، فعشان كده انت فقدت الشغل بتاعك. وطلب منك انك تستخدم مين؟ طلب منك انك تستخدم if. عندنا في المنهج بتاعنا احنا عندنا if في الحاله الثالثه بتعبر عن احداث عكس مين؟ عكس الماضي. فهيدي لك جملتين زمانهم ماضي، عندك هنا جملتين زمانهم ماضي، يبقى انا هستخدم if في الحاله الثالثه. طيب عندك هنا في ناس بتقول لك احفظ ان كده الجمله اللي بتيجي بعد اف هي الجمله اللي بعد سو. لا، عايزك تترجم وتعرف معنى الجمله وتحل على حسب ما انت فاهم. تمام؟ طيب فهنا هقول لك ايه؟ بقول لك انت ما حفظتش الفايل فعشان كده انت ضيعت الشغل. يبقى هقول لك لو كنت حفظت الفايل ما كنتش هتضيع مين؟ ما كنتش هتضيع الشغل. يبقى لو حفظت الفايل يبقى الجمله دي اللي هتيجي بعد مين؟ بعد اف، ودي هتبقى الجمله الثانيه. طيب لما باجي استخدم اف انا بخلي الجمله المثبته بتكون منفيه والجمله المنفيه بتكون مالها؟ بتكون مثبته. فهنا هبدا هستخدم مين؟ هستخدم اف. اف كانت الحاله الثالثه بتتكون مين؟ عندك هاد والتصريف الثالث، يبقى اقول لك if you had saved your فايل. يبقى لو انت كنت حفظت الفايل بتاعك، قال لك هنا ايه؟ you lost your work. هنا دي جمله مثبته يبقى هخليها جمله منفيه. يبقى هقول لك هنا you عندك كانت الحاله الثالثه، الجمله الثانيه اللي بعد اف بتيجي بعدها شكلها ايه؟ عندك would have وتصريف ثالث، يبقى هنا بدل would ده هخليها منفيه، يبقى هقول لك wouldn't ايه؟ wouldn't have lost your work. يبقى انت لو كنت حفظت الملف قال لك انت ما كنتش هتضيع مين؟ هتضيع الشغل بتاعك. طيب نيجي للفكره اللي بعدها. بيقول لك the teacher will explain the lesson tomorrow، المدرس هيشرح الدرس بكره، وطلب منك انك تستخدم be. فعندنا هنا ده شكل المستقبل وعايزه يكون مبني للمجهول. في المبني للمجهول انا ببدا بالمفعول، المفعول عندنا اللي هو مين؟ اللي هو the lesson. يبقى the lesson ده اللي هو مين؟ اللي هو المفعول. هبدا بيه، يبقى هبدا هقول لك ايه؟ هقول لك ذا ليسون. هستخدم هنا عندنا will زي ما هي، يبقى هقول لك will. طيب القاعده بتاعتنا كانت بتقول لك will be زائد التصريف الثالث، يبقى التصريف الثالث من explain هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها explained. يبقى هنا the lesson will be explained. قال لك امتى؟ قال لك tomorrow غدا، tomorrow غدا باي، وفي الاخر بنحط مين؟ بحط باي زائد الفاعل، يبقى هقول لك باي ذا ايه؟ باي ذا تيتشر، بواسطه مين؟ بواسطه المدرس. يبقى هقول لك ذا ليسون ويل بي اكسبليند، يبقى المبني لما يكون مستقبل بيتكون من ويل بي زائد التصريف الثالث. نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك we lived in Cairo in 2010، احنا عشنا في القاهره سنه كام؟ 2010. وطالب ان انا استخدم since كانت بتيجي مع المضارع التام اللي هو شكله ايه؟ have او has والتصريف الثالث. فهقول لك ايه الحل بتاعها؟ يبقى we هتاخد مين؟ we هتاخد have والتصريف الثالث عندنا من live هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها lived. يبقى we have lived. هكمل الجمله in Cairo وهستخدم بعدها مين؟ هستخدم بعدها since، وsince كان بيجي بعدها بدايه الحدث اللي هي سنه كام؟ 2010 2010. يبقى we have lived in Cairo since 2010. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. عندك هنا بيقول لك ايه؟ قال لك they will clean the classroom after the exam، وطالب برضو ان انا استخدم مين؟ استخدم be، يبقى ده المبني للمجهول. يبقى اول حاجه هبدا بمين؟ هبدا بالمفعول اللي هو مين؟ اللي هو the classroom، يبقى الكلاس روم اللي هو الفصل. تمام؟ هستخدم بعدها will be زائد التصريف الثالث من clean عندنا هتبقى اسمها cleans. يبقى the classroom will be cleaned after the exam، بعد الامتحان. يبقى after the exam بعد مين؟ بعد الامتحان. هحط في الاخر باي زائد زي دي هحولها لضمير مفعول هتبقى اسمها them.
يبقى هنا الفصل هو اللي ايه؟ هو اللي هيتنظف بعد الامتحان بواسطتهم. تمام؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده. عندك هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك I have never eaten sushi before. يعني انا عمري ما اكلت سوشي قبل كده، وعايز استخدم this is the first time. يبقى دي ممكن استخدمها مع زمن مين؟ مع زمن زي المضارع التام اللي هو have وهاز والتصريف الثالث. فهقول لك ايه؟ هبدأ هنا ب this is the first. this is the first ايه؟ the first time. يبقى دي أول مرة. I have هنا هستخدم كلمة بقى اسمها ايه؟ كلمة اسمها ever. يبقى I have ever eaten مين؟ eaten سوشي. يبقى دي أول مرة إن أنا آكل فيها سوشي على الإيه؟ على الإطلاق. تمام؟ يبقى عندك هنا حاجة زي this is the first time ممكن استخدمها مع مين؟ مع المضارع التام اللي هو have أو has والتصريف الثالث. وهنا هستخدم معاها كلمة اسمها إيه؟ كلمة اسمها ever. تمام؟ نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك عادل didn't study hard. عادل ما ذاكرش كويس. so he didn't succeed. فهو ما نجحش. يبقى عايز استخدم مين؟ عايز استخدم if. وخلي بالك هنا if كابيتال يبقى في اول الجمله. يبقى هقول لك if لو ايه بقى يا اولاد؟ لو كان عادل ذاكر كويس يبقى الجمله دي هي اللي بعد if. هو كان هيعمل ايه؟ كان هينجح. وزي ما اتفقت معاك المنفي بخليه مثبت والمثبت بخليه منفي. يبقى if عادل قاعدة اف كانت بتتكون مين؟ هاد والتصريف الثالث. يبقى هاد ايه؟ عندك التصريف الثالث من استادي هتبقى مين؟ هتبقى استادد. يبقى اف عادل هاد استادد هارد. لو هو كان ذاكر بجد كان هينجح فين؟ في الامتحان. يبقى هي عندك النص التاني بتبقى would have والتصريف الثالث عندنا succeed هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها succeeded. يبقى كان هينجح. تمام؟ يبقى هنا دي اف. طيب لو انا عايز اف في النص يبقى هقول لك ايه؟ هبدل الجمل. يبقى هقول لك هنا اقول لك عادل would have succeeded. عادل كان هينجح if he had studied hard. لو هو كان ذاكر بايه؟ ذاكر بجد. نيجي للسؤال اللي بعده. عندك هنا بيقول لك ايه؟ can you open that window عمرو. يعني ممكن تفتح الشباك ده ايه؟ يا عمرو. وطلب منك انك تستخدم open. واوبن هنا كابيتال. يبقى هنا هستخدم الجمله الامريه. والجمله الامريه كانت بتتكون من فعل في المصدر او دونت والفعل في المصدر. يبقى الجمله الامريه بتبدا بالفعل في المصدر او دونت والفعل فين؟ في المصدر. فهنا هبدا هقول لك ايه؟ هقول لك اوبن سهله خالص. هقول لك اوبن ذات ويندو. اوبن ذات ايه؟ ذات ويندو. يا مين؟ يا استاذ عمرو. وعندنا الكومه اللي بعدها اسم بتبقى زي بمعنى ايه؟ بمعنى يا فلان. تمام؟ طيب نيجي للفكره اللي بعدها او السؤال اللي بعده. بيقول لك you mustn't climb. انت ممنوع انك تتسلق on the furniture على الفراش او الاساس او العفش because you might fall. لانك انت ممكن تعمل ايه؟ احتمال ان انت تقع. وعايز استخدم don't يبقى دي جمله امريه منفيه. فهبدا بدونت والفعل في المصدر. يبقى هقول لك ايه؟ don't ايه بقى يا معلم؟ don't climb ما تتسلقش. don't climb on the furniture وهتكمل الجمله زي ما هي. يبقى عندك الجمله الامريه يبقى انا ببدا يا فعل في المصدر يا اما don't والفعل فين؟ في المصدر. تمام؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك they left the house late. هم مشيوا من البيت متاخر. so they missed the bus. فهم فاتهم الاتوبيس. وعايز استخدم because اللي هي معناها لان. يبقى هنا كنت بقول لك هم مشيوا متاخر so اللي هي معناها ايه؟ معناها لذلك هم فاتهم الاتوبيس. يبقى عايز استخدم كلمه ان لان. يبقى هقول ايه؟ هقول لك هم فاتهم الاتوبيس. يبقى هجيب الجمله دي هبدا بيها. يبقى هقول لك ايه؟ they missed مين؟ the bus. يبقى هم فاتهم الاتوبيس. ليه بقى؟ قال لك because لان هم عملوا ايه؟ they left the ايه؟ the house. لان هم مشيوا من البيت مالهم؟ مشيوا ليت متاخر. تمام؟ طيب يبقى انت اعتمد على الترجمه هتفرق معاك جدا في السؤال ده. طيب تعال نشوف الفكره اللي بعدها. بيقول لك ايه؟ بيقول لك شهد بلايد ذا جيتار ان 2023. يبقى شهد عزفت الجيتار في سنه كام؟ 2023. وطالب مني ان انا استخدم مين؟ استخدم فور كانت بتيجي مع المضارع التام. طيب المضارع التام زي ما قلنا هاف وهاز والتصريف الثالث. فهنا هبدا بمين؟
هقول لك شهد. شهد تاخد هاف ولا هاز؟ لا هتاخد هاز، والتصريف الثالث من بلاي هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها بلايد. يبقى شهد هاز بلايد ذا جيتار. يبقى شهد عزفت الجيتار فور، استنى بقى، فور كان بيجي بعدها فترة مين؟ فترة زمنية. طيب انا لو جيت حسبتها من 2023 ل 2026 هلاقيها ان هي 3 سنين، يبقى فور 3 years. لمدة كام سنة؟ لمدة 3 سنوات. طيب ده بالنسبة لمين؟ للفكرة بتاعت السؤال ده. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك هانا won't make dinner tonight. هانا مش هتعمل العشاء الليلة دي، وعايز ادخل ميد. ميد ده اللي هو التصريف الكام؟ التصريف الثالث. يبقى انا بتكلم على قاعدة المبني للمجهول، يبقى هبدأ بالمفعول اللي هو مين؟ اللي هو دينر. يبقى هقول لك دينر. الجملة منفية هنزل وونت زي ما هي، يبقى دينر وونت، هزود بعدها بي، والتصريف الثالث اللي هو مديهولي يبقى اقول لك وونت بي ايه؟ وونت بي ميد. عندك هنا هحطها ايه؟ هقول لك باي هنا. يبقى العشاء مش هيتعمل بواسطة مين؟ بواسطة هنا. يبقى عندك هنا ده المبني للمجهول بتاع مين؟ بتاع المستقبل. نيجي للفكرة اللي بعدها. بيقول لك it's necessary for you، يعني من الضروري مين؟ من الضروري ليك ان انت to wear your school uniform، انك تلبس السكول ايه؟ يونيفورم. وطالب مني ان استخدم كلمة اسمها ايه؟ كلمة اسمها must اللي هي معناها ايه؟ must اللي هي معناها لازم. طيب must mustn't اللي هي معناها لازم، وmustn't اللي هي معناها ممنوع، كان بيجي بعدهم الفعل في المصدر. طب هو قال لك it's necessary for مين؟ for you. يبقى هبدأ بمين؟ هبدأ بيو، هستخدم بعدها مين؟ هستخدم بعدها must، وطبعا شلت التعبير ده مش هستخدمه. يبقى اقول لك you must ايه؟ you must wear، انت لازم تعمل ايه؟ wear your school مين؟ school uniform. يبقى انت لازم تلبس مين؟ اليونيفورم بتاع المدرسة. يبقى عندك تعبير زي it's necessary for كذا بتساويها مين؟ بتساويها must. وعندك mustn't بتساويها حاجة زي it isn't necessary. تمام؟ نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك he didn't catch the bus، ما لحقش الاتوبيس. ليه؟ قال لك because he woke up late، لان هو صحي مين؟ متاخر. طيب طالب مني ان انا استخدم if، يبقى هقول لك ايه؟ لو هو ما كانش صحي متاخر، يبقى الجمله دي مالها؟ اللي هتيجي بعد if، ودي الجمله الثانيه. يبقى هبدا هقول لك ايه؟ if، وزي ما اتفقنا المثبت بنفيه والنفي بثبته. يبقى اقول لك if he hadn't woken up late، لو ما كانش صحي متأخر. عندك هنا ايه؟ هقول لك he would have ايه بقى؟ he would have catch التصريف الثالث بتاعها هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها caught the bus. يبقى لو هو ما كانش صحي متأخر كان هيلحق مين؟ هيلحق الاتوبيس. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك they will build a new hospital in our city، وعايز ادخل مين؟ عايز ادخل be built اللي هي بتاعت المبني للمجهول، فهشوف المفعول. يبقى المفعول بتاعنا اللي هو مين؟ a new hospital. يبقى هقول لك ايه؟ a new hospital. يبقى المستشفى الجديدة سوف تبنى، يبقى will ايه بقى؟ be built. يبقى المستشفى الجديدة هتتبني in our city، وفي الاخر قلت لك باي وهخلي زي هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها زم. طيب نيجي للفكره اللي بعدها. بيقول لك ايه يا باشا؟ بيقول لك بقى منى said to ساره I will help you tomorrow. ده الكلام المباشر. يبقى الجمله دي كلام ايه؟ كلام مباشر، وهو طبعا عايزنا نحولها لكلام غير مباشر، وادانا هنا فعل القول اللي احنا هنستخدمه اللي هو مين؟ اللي هو told. فانا هبدا اول حاجه باللي كان بيتكلم اللي هي مين؟ يبقى منى. عندك حاجه زي said to هحولها لتولد، وخلي بالك تولد بيجي بعدها المفعول اللي هو زي مين؟ اللي هو زي ساره. بشيل اقواس التنصيص، هشيل اقواس الايه؟ تنصيص، وهربط بمين؟ هربط بذات. يبقى اشيل اقواس التنصيص وهربط بذات. طيب هنا منى اللي كانت بتتكلم بتقول اي، الاي هحولها على حسب اللي بيتكلم بره، يبقى هتتحول لمين؟ هتتحول لشي.
طيب لقيت هنا told دي زمانها ايه؟ زمانها ماضي، يبقى انا هنزل بزمن الجمله درجه. يبقى will دي هجيب الماضي منها هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها would، يبقى she would help. طيب هنا كانت بتقول لك مين؟ عندك كانت بتقول لها I will help you، يبقى هنا هحول you لضمير مفعول اللي هي مين بقى؟ هي كانت بتقول لساره، يبقى she would help her، ان هي هتساعدها. عندك هنا بدل tomorrow هتبقى اسمها ايه؟ the following ايه؟ the following day، يعني اليوم التالي. وزي ما كنا عارفين ان هي اظرف الزمان والمكان بنحفظها بنحولها زي ما احنا ايه؟ عارفين. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لك it's not a good idea يعني فكره مش كويسه to eat much fast food، انك تاكل طعام سريع. طيب وهنا عايز استخدم مين؟ عايز استخدم shouldn't اللي انا كنت بستخدمها للنصيحه، اللي هي بمعنى مش المفروض. دي يبقى بكل بساطه هقول لك مش المفروض انك تاكل too much fast ايه؟ food. يبقى هقول لك مين؟ هقول لك you shouldn't يعني انت ايه؟ انت مش المفروض ان انت تعمل ايه؟ eat too much، مش المفروض انك تاكل too much مين؟ fast ايه؟ fast food اللي هي الاطعمه السريعه زي الكريب والبطاطس والحاجات دي كلها. طيب نيجي بقى للسؤال اللي بعده، بيقول لك مين؟ بيقول لك I didn't study، الحمد لله ما ذاكرتش so I failed the exam، فسقطت فين؟ في الامتحان. وطلب منك هنا انك تستخدم اف، بس اف دي مالها؟ اف سمول، يبقى هتيجي في نص الايه؟ في نص الكلام. يبقى هقول لك لو انا كنت ذاكرت انا كنت هنجح في الامتحان. يبقى هنا مين الجمله اللي هتيجي بعد اف؟ اللي هي الجمله دي، يبقى دي الجمله اللي بعد اف ودي الجمله الثانيه. يبقى هنا هقول لك ايه؟ هقول لك انا ما كنتش هسقط في الامتحان، يبقى اللي هي مين؟ I. عندك مين بقى؟ I wouldn't زي ما اتفقنا المثبت منفيه، يبقى wouldn't have failed، يبقى I wouldn't have failed the exam، ما كنتش هسقط في الامتحان لو انا ذاكرت. يبقى if I had studied، لو انا كنت عملت ايه؟ لو انا كنت ذاكرت. تمام؟ طيب عندك يبقى هنا اللهم صل على النبي، قلت لك I wouldn't have failed ما كنتش هسقط if I had studied the exam، if I had studied معلش. طيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للجمله دي. يبقى خلي بالك اف لو ادالك كابيتال بتيجي في اول الكلام، لو ادالك سمول بتيجي فين؟ بتيجي في النص. طيب نيجي للفكره اللي بعدها، بيقول لك I saw that movie twice، أنا شفت الفيلم ده مرتين، وعايز استخدم already اللي هي كانت بتيجي مع المضارع التام، يبقى هستخدم have أو has والتصريف الثالث. فهقول لك مين؟ I، الأي هتاخد have والتصريف الثالث من so هتبقى اسمها seen. عندك see so seen. هتكمل الجملة عندك هنا مين؟ that، يبقى I have seen that movie already، يبقى انا شفت هذا الفيلم ايه؟ شفت هذا الفيلم بالفعل. عندك دي مين؟ دي بالنسبه للجمله بتاعتنا، يبقى I have seen that movie already، يبقى انا شفت هذا الفيلم بالفعل. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك حاتم said to هدى. عندك ده كلام مباشر وكلام غير مباشر، والجمله اللي قدامنا كلام مين؟ كلام مباشر، يبقى عايز احولها لكلام غير مباشر. وهنا حط لك مين؟ حط لك told. فقال لك ايه؟ حاتم said to هدى I have found your watch، انا لقيت الساعه بتاعتك، وعايز ادخل told في الكلام. فهنا هبدا بمين؟ اللي قال الكلام اللي هو حاتم، يبقى حاتم said to هتتحول لمين؟ هتتحول الى told مين؟ told هدى. يبقى حاتم قال للهدى، قال لها ايه؟ هشيل اقواس التنصيص زي ما اتفقنا وهربط بمين؟ هربط بذات. طيب هو كان هنا بيقول لها اي، يبقى هنا هتتحول على اللي بيتكلم بره هتبقى مين؟ هتبقى هي. طيب هنا هاف فاوند، عندك هاف فاوند وعندك فعل القول ماضي، يبقى انا هنزل بزمن الجمله درجه. هاف فاوند اللي هي المضارع التام هخليها ماضي تام اللي هو شكله ايه؟ هاد والتصريف الثالث، يبقى هتبقى اسمها مين؟ هاد فاوند. يبقى هاد فاوند كان بيقول لها لقيت الساعه بتاعتك، كان بيقول لها لقيت ساعتك، يبقى هتقول لك ان هو قال لها ان هو لقى مين؟ لقى ساعتها، يبقى يور دي هحولها لمين؟ هحولها لهير. يبقى هير ايه؟ هير ووتش. يبقى هنا حولت يور حولتها لمين؟ حولتها لهير. طيب نيجي للسؤال اللي بعده،
عندك بيقول لك ايه؟ بيقول لك علي said I am reading a book. ده برضو كلام ايه؟ كلام مباشر. عايز احوله لكلام طبعا غير مباشر، وعايز ادخل مين؟ ادخل ووز. طيب تعالى نمشي مع الجمله واحده واحده. هنا دلوقتي هبدا بمين؟ هبدا بعلي. said مفيش بعدها مفعول، فهتفضل said زي ما هي. يبقى علي said، وهشيل اقواس التنصيص وهربط بمين؟ هربط بذات. يبقى علي said ذات. هو هنا كان بيقول لك اي، يبقى انا هحولها لمين؟ هي. عندك said زمانها مين؟ زمانها ماضي، يبقى انا هنزل بزمن الجمله درجه. طب هنا كان قام، هنزلها هتبقى مين؟ هتبقى ووز اللي هو عايزها. يبقى ووز ايه؟ ووز reading مين؟ a book. يبقى هو كان بيقرا مين؟ بيقرا الكتاب. طيب ده بالنسبه لمين؟ للكلام المباشر والكلام الغير مباشر. نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك my father will paint our house in spring. وعايز استخدم مين؟ عايز استخدم will be. يبقى انا هحول الكلام ده من مبني للمعلوم لمبني للمجهول. فهنبدا بمين؟ هبدا بالمفعول اللي هي مين؟ our house. يبقى هقول لك ايه؟ our house البيت بتاعنا ماله؟ عندك will هنزلها زي ما هي، وعايزها مبني للمجهول بحط لها بي. يبقى our house will be paint. تصريفها الثالث هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها painted. يبقى our house will be painted in spring. وفي الاخر هحط مين؟ باي زائد الفاعل اللي هو باي مين؟ باي my father. يبقى بواسطة مين؟ والدي. تمام؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك اتس ادفايزابل معناها ايه؟ من المنصوح به، يعني حاجه بننصح بيها. تمام؟ فهنا الجمله بتعبر عن نصيحه، وعايز استخدم شود اللي هي هتساويها. فهنا هكمل الجمله. بيقول لك اتس ادفايزابل فور اس، يعني منصوح بيها لمين؟ لينا احنا. يبقى لما اجي استخدم الفاعل هبدا بمين؟ هبدا بوي. يبقى هحول اس دي هخليها مين؟ هخليها وي. قال لك to take care of our nature، نخلي بالنا من الطبيعه. تمام؟ طيب يبقى هستخدم مين؟ هستخدم هنا هقول لك we should. يبقى احنا المفروض، وطبعا شلت الكلام ده كله خالص. تمام؟ طيب should كان بيجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى هستخدم مين؟ هستخدم take care of our. لا مفيش our اصلا. يبقى هنا اوف مين؟ اوف نيتشر على طول. تمام؟ يبقى هنا احنا المفروض ان احنا نعتني بمين؟ بالطبيعه. تمام؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك شي ميزد ذا باص. ده هي فاتها الاتوبيس. بيكوز شي ووك اب ليت، لان هي صحيت مين؟ متاخر. وعايز ادخل would have دي كانت تبع قاعده مين؟ تبع قاعده اف، اللي هو كان النص الثاني بتاع اف. انا كنت بستخدم هاد والتصريف الثالث، would have والتصريف الثالث. فهنا الجمله دي انا هستخدم مين؟ هستخدم قاعده اف. يبقى هقول لك مين؟ هقول لك اف. تمام؟ طيب يبقى لو هي ايه؟ لو هي ما كانتش صحيت متاخر، الجمله دي اللي هتيجي بعد ايه مين؟ هتيجي بعد اف، ودي هتبقى مين؟ الجمله الثانيه. يبقى if she لو هي hadn't woken up late. يبقى هقول لك if she hadn't woken up late، لو ما كانتش صحيت متأخر هقول لك بقى ايه؟ she would have. طيب ثانية واحدة بقى. هنا هو احنا كنا متفقين المثبت بنفيه والنفي بعمل فيه ايه؟ بثبته. فهنا لو خليتها wouldn't have يبقى هقول لك ان هي ما كانتش هيفوتها الاتوبيس. طب هو عايز ان انا استخدم would ايه؟ would have. يبقى انا هضطر ان انا اغير الفعل ده خالص، وهنا بدل ما اقول لك missed the bus يبقى هقول لك مين؟ caught the bus. يبقى هنا هقول لك ايه؟ يبقى هي لو ما كانتش صحيت متاخر هي كانت هتلحق مين؟ هتلحق الاتوبيس. وهنا انا استخدمت would have بدل ما كانت المفروض ان انا استخدم مين؟ wouldn't have. فعشان كده انا غيرت الفعل، حطيت العكس بتاعه. تمام؟ طيب نيجي بقى للسؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ قال لك to begin with معناها ايه؟ لكي نبدا بحاجه. وطلب هنا قال لك هنا ايه؟ قال لك you should wash your hands before eating. وطلب منك انك تستخدم مين؟ تستخدم firstly اللي هي معناها اولا.
طيب عندك to begin with كان في عندنا حاجه اسمها اظرف التسلسل، كان من ضمنها حاجه اسمها ايه؟ اسمها firstly اللي هي اولا او في البدايه. فانا كل اللي هعمله هشيل to begin with وهستخدم مكانها مين؟ هستخدم مكانها firstly. يبقى firstly you ايه؟ you should، وتكمل الجمله بتاعتك wash your hands before ايه؟ before eating. تمام؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لك منى said to ساره، منى قالت لساره، قالت لها I will help you tomorrow، وطلب منك انك تستخدم مين؟ the following day. ده كلام مباشر وعايز احوله لكلام غير مباشر، يبقى هستخدم مين؟ هبدا باللي اتكلمت اللي هي منى. said to هحولها لمين؟ هحولها لتولد. told مين؟ told ساره. هشيل اقواس التنصيص وهنربط بمين؟ بذات. هنا كانت بتقول لها يبقى انا هحولها ان هي هتبقى مين؟ هتبقى شي عشان اللي كان بيتكلم منى. طيب تولد زمانها ماضي، يبقى انا هنزل بزمن الجمله درجه، يبقى اول هخليها مين؟ هخليها would. يبقى she would help. تمام؟ طيب هي كانت بتقول لها I will help you، I will help ايه؟ you. يبقى هي قالت لساره، منى قالت لساره ان هي هتساعدك ولا هتساعدها؟ لا هتساعدها. يبقى يو دي هحولها لمين؟ هحولها لهير. وعندنا حاجه زي تومورو هتتحول اللي هو مديها لك اللي هي اسمها ايه؟ the following مين؟ the following day. طيب تعالى صلى على النبي. ده بالنسبه لمين؟ للكلام المباشر والكلام الغير المباشر. نيجي للسؤال اللي بعده، قال لك they will publish the new book next year، وعايز ادخل بيه اللي هو الكلام المبني للمجهول. يبقى هبدأ بمين؟ بالمفعول اللي هو ذا نيو بوك. يبقى هقول لك ايه؟ ذا نيو بوك، الكتاب الجديد. ماله؟ ويل بي. عندك ببلش اللي هي معناها ينشر، عندك خليها مبني للمجهول، هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها published. يبقى ويل بي ايه؟ ويل بي published next مين؟ next year. وفي الاخر اقول لك مين؟ باي بدل زي هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى زي ما اتفقنا هتبقى اسمها زم. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لك اتس باد فور يو، يعني مش كويس ليك او وحش ليك. قال لك تو ايت تو ماني سويتس. تمام؟ وطلب منك انك تستخدم مين؟ mustn't اللي هي معناها ممنوع. يبقى هقول لك ايه؟ ممنوع انك تاكل حلويات كتيره. يبقى هشيل اتس باد فور يو دي خالص. تمام؟ وهبدا بمين؟ هقول لك يو ايه؟ you mustn't eat too many sweets. يبقى انت ممنوع انك تاكل حلويات ايه؟ حلويات كتير. تمام؟ يبقى عندك it's bad for you شلتها واستخدمت مكانها mustn't. طيب هنا بيقول لك آية has washed the dishes، وعايز ادخل بين ده اللي هو المبني للمجهول بتاع المضارع التام. طيب المبني للمجهول كان بيبقى شكله ايه؟ عندك have او has been والتصريف الثالث. فهنا هبدأ بالمفعول، عندك هنا اللي هو مين؟ اللي هو the dishes اللي هي الاطباق. مالها؟ عندك dishes بقى جمع، يبقى هحط لها مين؟ هحط لها have been. عندك wash هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها washed by مين؟ by آية. يبقى الاطباق اتغسلت بواسطه مين؟ بواسطه ايه؟ يبقى المبني للمجهول من المضارع التام have او has been والتصريف الثالث. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لك never eat unhealthy food as it's good for health. قال لك هنا بيقول لك ما تاكلش ابدا طعام غير صحي لان ده كويس لمين؟ لان ده كويس لصحتنا. طيب وطلب منك انك تستخدم مين؟ استخدم always اللي هي معناها ايه؟ always اللي هي معناها دائما. طيب كان عندنا في الجمله الامريه انا ممكن ابدا بكلمه زي كلمه never. عندك هنا مين؟ never وبعدها الفعل في المصدر، او always وبعدها الفعل في المصدر. طب هنا بيقول لك ما تاكلش ابدا طعام غير صحي، يبقى هقول لك always اللي هي دايما بقى ايه؟ دايما تاكل بقى unhealthy food. لا هنا خليها مين؟ خليها healthy. يبقى دايما كل طعام ايه؟ طعام صحي. يبقى always eat healthy food as it's good for health. تمام؟ يبقى انا هنا غيرت never حطيت مكانها always، وايت زي ما هي بدل unhealthy الطعام الغير الصحي لا خليتها مين؟ اللي هو الهيلثي. تمام؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده،
بيقول لك it's important for you، مهم ليك ان انت revise your lessons before the exam، وعايز ادخل should، يبقى هستخدم نصيحة، يبقى هقول لك مين؟ you should ايه بقى يا باشا؟ you should revise your lessons before the exam. يبقى انا شلت التعبير ده كله وحطيت مكانها مين؟ مكانها you should. تمام؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك the engineer will solve the problem، بقول لك المهندس هيحل المشكله وطلب مني ادخل بيه، خلاص عرفناها، يبقى ده مبني للمجهول، يبقى هبدا بالمفعول اللي هو مين؟ اللي هو ذا ايه؟ ذا بروبلم. يبقى المشكله مالها؟ will be، والتصريف الثالث من solve هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها solved by the مين؟ engineer. يبقى المشكله هتتحل بواسطه مين؟ بواسطه المهندس. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك you aren't allowed يعني مش مسموح لك ان انت ايه؟ make noise in the library، انك تعمل دوشه في المكتبه، وطلب مني ان انا استخدم كلمه مين؟ كلمه mustn't اللي هي ممنوع. يبقى هقول لك ممنوع انك تعمل دوشه في المكتبه، يبقى هقول لك ايه؟ you mustn't. يبقى you ايه؟ you mustn't make noise in the library. يبقى انت ممنوع انك تعمل دوشه فين؟ في المكتبه. يبقى التعبير ده كله كده بيساوي مين؟ بيساوي mustn't، اللي هي you aren't allowed بتساوي مين؟ بتساوي mustn't. طيب نيجي للفكره اللي بعدها. بيقول لك the teacher said to the students، المدرس قال للطلبه these books are very interesting. هو عايز استخدم مين؟ استخدم told، ده كلام مباشر هحوله لكلام غير مباشر. يبقى هبدا باللي بيتكلم اللي هو زي ايه؟ the teacher. يبقى المدرس عندنا هنا said to، هحولها لتولد اللي هو طالبها، يبقى هقول لك told مين؟ told the students. يبقى المدرس قال لمين؟ قال للطلبه. تمام؟ هشيل اقواس التنصيص وهربط بمين؟ هربط بذات. هو كان بيقول لهم زيس بتتحول الى زوس، هتلاقيها في الشرح بتاع مين؟ الجرامر. يبقى عندك زيس بتتحول الى مين؟ الى زوس، يبقى زوس بوكس. طيب هنا تولد زمانها ماضي، يبقى هغير الزمن بتاع الجمله، بدل ار هتبقى مين؟ هتبقى وير، هنزل بيها درجه، يبقى وير very interesting. يبقى وير فيري مين؟ فيري انترستنج، اللي هي مالها؟ ان هي شيقه. طيب يبقى ده بالنسبه للكلام المباشر والكلام الغير المباشر. طيب بيقول لك اتس advisable to eat much fruit and vegetables، من المنصوح به انك تاكل مين؟ الكثير من الخضروات والفاكهه، وعايز استخدم should، يبقى هبدا بمين؟ هقول لك you should. يبقى مين؟ ثانية واحدة كده ظبطها. يبقى مين؟ يبقى you should eat much، وهتكمل الجملة بتاعتك. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك آية was tired but she decided to finish her homework. هنا آية كانت تعبانة لكنها عملت ايه؟ قررت ان هي تخلص الواجب بتاعها. وعايز استخدم كلمة اسمها ايه؟ كلمة اسمها although، اللي هي معناها بالرغم من. although بتيجي يا اما في الاول يا اما في النص، وهو مديها لك كابيتال، يبقى هتيجي فين؟ هتيجي في الاول. طيب رتب الكلام كده. هقول لك although بالرغم ان آية كانت تعبانة هي قررت ان هي تخلص الواجب بتاعها، ولا بالرغم ان هي قررت تخلص الواجب ان هي كانت تعبانة؟ لا، يبقى بالرغم ان آية مالها؟ كانت تعبانة، يبقى هقول لك although آية was tired، بالرغم ان هي مالها؟ ان هي كانت تعبانة، she decided to finish her homework، وهتكمل الجملة بتاعتك. يبقى بالرغم من، يبقى although معناها ايه؟ معناها بالرغم بالرغم ان آية كانت تعبانة هي قررت ان هي تخلص مين؟ واجبها. طيب بيقول لك آية said I'm cooking lunch now، وعايز ادخل كلمة مين؟ كلمة then دي هتيجي بدل كلمة now، ده في الكلام المباشر والكلام الغير المباشر. يبقى زي ما هنتعلمنا هبدأ بمين؟ هقول لك آية said، شيل أقواس التنصيص، أربط بمين؟ ذات، الآي هتتحول لمين؟ لشي. عندك said ماضي، يبقى هنزل بزمن الجملة درجة، يبقى هنا بدل ما كانت بتقول لك I am cooking، يبقى هنا هتبقى was cooking. ايه بقى؟ cooking lunch
بدل ناو هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها then. طيب عندك هنا في السؤال اللي بعده بيقول لك they played very well so they won the match. هم لعبوا كويس جدا فهم فازوا بالمباراة. وعايز ادخل كلمة because اللي هي معناها ايه؟ معناها لأن. يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك ده هم فازوا بالمباراة، يبقى they won the match. هم فازوا بالمباراة ليه؟ قال لك because لأن هم مالهم؟ they played لأن هم لعبوا إيه؟ لعبوا very well لأن هم لعبوا إيه؟ لعبوا كويس. طيب نيجي للسؤال اللي بعده بيقول لك it's necessary to reduce plastic on earth. من الضروري إن إحنا نقلل البلاستيك على الكرة الأرضية، وعايز استخدم must يبقى أنا هشيل it's necessary دي خالص وهستخدم مين؟ هستخدم we. ما هو مين اللي هيقلل البلاستيك؟ إحنا. يبقى we must مين؟ reduce. يبقى احنا لازم نقلل البلاستيك on ايه؟ on earth. تمام؟ يبقى must بيجي بعدها الفعل في المصدر. نيجي للسؤال اللي قبل الاخير. عندك هنا بيقول لك سامية didn't attend the meeting. سامية ما حضرتش الميتنج because she didn't know about it. لان هي ما كانتش تعرف عنها. وعايز استخدم مين؟ عايز استخدم if اللي هي معناها اذا او لو. يبقى هي لو كانت تعرف عن الميتنج دي اول جملة كانت هتعمل ايه؟ كانت هتحضرها. يبقى هقول لك if. ثانية واحدة بقى، هاجي اقول لك شي على طول؟ لا، هتكلم على مين؟ على سامية. يبقى اقول لك if سامية عندك had والتصريف الثالث had، عندك known had known. يبقى if سامية had known about it. لا مش هينفع ان انا احط it، هي it دي كانت بتعود على الميتنج. يبقى about ايه؟ the meeting. يبقى هي لو كانت تعرف عن الميتنج كان ايه اللي هيحصل؟ she would have attended. يعني كانت هتعمل ايه؟ كانت هتحضرها اللي هي مين؟ اللي هي الميتنج. ونيجي بقى لاخر سؤال معانا. عندك بيقول لك they have planted a lot of trees in our street. وعايز ادخل مين؟ عايز ادخل بين او استخدم بين. ده اللي هي مين؟ جمله زمانها مضارع تام، يبقى انا عايز المبني للمجهول. فين المفعول؟ اللي هي a lot of trees. يبقى هقول لك الكثير من الاشجار a lot of trees. يبقى الكثير من الاشجار مالها؟ عندك هنا تاخد have ولا has؟ يبقى have مالها؟ have been planted. فين؟ قال لك in our street by. زي هحولها زي ما احنا عرفنا لمين؟ لزم. يبقى a lot of trees خليها مبني للمجهول، يبقى have او has been والتصريف الثالث. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ودي تعتبر بعض من أهم الأفكار اللي موجودة عندنا في الجرامر اللي هتلاقيها عندك في الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.